مساء الفل يا شباب. انا اسمي محمد قويس. انا كنت بشتغل مدير محافظ في شركة سيجما كابيتال، وهي واحدة من التوب فايف في مجال الفاينانشال سيرفيسز. وحاليا انا بعمل الماستر بتاعتي. انا بعمل MBA في جامعة ليدز، وجامعة ليدز هي واحدة من التوب 100 وورلد وايد، والتوب 10 في انجلترا الحمد لله. آه، انا كنت بتكلم مع هايدي، وهي طلبت مني ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان عارف ان الناس متلخبطه شويه. انتوا لسه في اولى او تانية او حتى تالتة ورابعه، الواحد بيفضل متلخبط مش عارف هو ممكن يشتغل ايه. فانا حبيت اشارك تجربتي معاكم يعني. دي اول مره اعمل فيديو، فانا دايما بتعامل مع الناس يعني فيس تو فيس، بس اول مره اعمل فيديو. و يعني I hope it works معاكم. حاولت كمان اصور لكم في يوم في شمس او كده، بس للاسف فشلت تماما. انجلترا ما شفتش الشمس بقالي كتير يعني. آه، anyways، انا حابب اشارك تجربتي معاكم لانها ممكن تبقى مفيده جدا بالنسبه لكم. لاني عشت نفس اللي انتوا عايشينه ده، وعشته بشكل كمان يمكن اعنف و... وبطريقه ما كنتش متخيل ان انا يعني هقدر اوصل معاها لحاجه. انا هعرفكم اكتر عن الهيستوري بتاعي. أنا زي ما قلت لكم، انا اخر شغلانه كنت بشتغلها هي مدير فاند مانجر او مدير محافظ وصناديق في شركه سيجما كابيتال، وهي شركه كبيره جدا. ممكن تدوروا وتبصوا عليها، واحده من احسن الشركات في مجال الفاينانشال سيرفيس في مصر. قبليها كنت بشتغل، يعني قعدت 10 سنين في الشركه دي، بس اتدرجت في وظائف كتيره. قبل ما انقل للبورتفوليو مانجمنت كنت قبلها برانش مانجر، وقبليها ديبيتي برانش مانجر، وقبليها كنت هيد اوف كواليتي كنترول وكاستمر سيرفيس، وقبليها كنت شغال اكاونت اوفيسر، وقبليها بروكر. انا لايسنس بروكر. انا لايسنس بروكر من من البورصه المصريه وهيئه سوق المال، ولايسنس بورتفوليو مانجر، سيرتيفايد بورتفوليو مانجر من الجمعيه المصريه لاداره الاستثمار. ده في الفترة من 2000، يعني لو اتكلمنا يبقى في الفترة من 2005، من ساعة ما خلصت لحد 2016، لحد قبل ما اسيب مصر. قبليها بقى انا كلية جامعة القاهرة، كلية تجارة، عربي، انتساب، مقبول، 5 سنين، دور سبتمبر. بيتهيألي وانا مقبول، اللي هو يعني مقبول اللي هو 55%، يعني مش اللي هو مقبول حتى 60% ولا الكلام ده. انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ عشان كذا حاجة. الحاجة الأولانية، أنا قادر أفهم فكرة إن الناس بتبقى داخلة كلية تجارة بالذات محبطين جدا، وحاسين إن هو اللي كان عايز يخش هندسة. نادرا ما بلاقي حد كاتب تجارة عشان هو عايز يخش تجارة، يعني اللي بيبقى عايز يخش هندسة، واللي كان رايح إعلام ولقى نفسه في تجارة، واللي كان ناوي على سياسة واقتصاد ولقى نفسه في تجارة. وفي حالتي أنا كمان كانت تجارة عربي، فيعني اللي كان رايح حتى تجارة إنجليش، يعني هنخش تجارة انجلش زي بعضه، ويلاقي نفسه برضه لا، مجموعه ما جابش فدخل تجارة عربي. الموضوع بيبقى محبط قوي. وحتى الدكاترة نفسهم ما بيحاولوش ان هم يفهموا الناس يعني ايه الجدوى بتاعت الكلية دي، او ايه اهميتها، او ازاي بتشتغل. مع انك انت اما تبص حواليك، الموضوع كله بيزنس يعني. الدكتور والمهندس اي مشروع في الدنيا بيحتاج بزنس. MBA بالذات، يعني مثلا أنا بعمل MBA دلوقتي، ما احنا معايا مهندسين ومعايا دكاتره ومعايا ناس، معايا ناس بتشفت كارير. انت مش هينفع تدور عياده ولا تبني عماره ولا تعمل هايبر مول ولا اي حاجه من الكلام ده، الا لو انت فاهم بزنس كويس، وفاهمه كويس. مش مجرد انك فاهمه بس، لا، فاهم كويس وتعرف تشتغل في السوق، وتعرف تجيب الفلوس ازاي وتوديها فين. فهو في كلية تجارة بيخشها ناس كتير في مصر، بس ده ما يمنعش من انها برضو الديماند عالي جدا اكتر من ما انتم متخيلين يعني. والستيريوتايبنج بتاع ان بتوع كلية تجارة بيروحوا يشتغلوا يشتغلوا لازم احسن شغلانه اللي فيهم ان هو في بنك، ده مش حقيقي خالص. المجالات بتاعت شغل كليه تجاره او بيزنس عامه، مجالات كتيره قوي، كتيره جدا يعني. هنخوض فيها، هتكلم فيها معاكم شويه. بس انا في مرحله قبل كده، في فكره ما تزعلش وما تتضايقش من كليتك او اللي انت بتدرسه، لان بتدرسه حلو قوي وهيعجبك. في حاجات، وفي حاجات منه، في حاجات ممله طبعا ومستفزه ومش حلوه ومحدش هيحبها،
وفي حاجات لطيفه، في حاجات هتتبسط منها بس لما تحبها. انا كان عندي ماده اللي هي الفاينانس، ما كنتش حابب فاينانس ابدا، وكان الدكتور بتاعها وحش جدا، ويعني كانت ماده بالنسبه لي سخيفه يعني. آه، انا شغلي كله فاينانس دلوقتي وبحبها جدا، ولقيت نفسي اكتشفت ان انا وانا بعمل الحاجه براكتيكالي بقيت ارجع تاني، ده دي اللي كنا بنعملها بالشكل الفلاني، ده مش عارف ايه. انا اسف. ف ف فلا يعني اطلعوا من مود الاحباط اللي انتوا فيه ده بتاع انا محبط، انا في تجاره، انا في كليه الشعب، انا مش عارف ايه. ولما حد يقول لك انت في تجاره تقوم باصص له بشظره قال له انجلش عشان بس يعني الموضوع بعيد عن كده خالص. وحتى لو انت درجاتك في الكليه مش كويسه، انت قدامك اسوأ واحد جاب درجات في الكليه في حياته. بس يعني عشان تبقوا عارف. بس انا كنت بعيد عن الكليه، كنت بعمل حاجات كتير. انا يعني الفكره كلها ان انت تنوك ذا دور. في ثيوري كده عندي في الدنيا اسمها نوكينج ذا دور. نوكينج ذا دور دي بتقول ايه؟ ثانيه واحده مع عربيه. اوكي. نوكينج ذا دور دي هي فكره ان انت خبط على كل الابواب عشان تلاقي باب معين يفتح لك. وانت في سن صغير، وانت لسه في اولى جامعه وفي تانية جامعه والكلام ده كله، ما تعتقدش او بلاش فكره ان انا اول جون هخبط عليه، اول باب هخبط عليه هيبقى هو الباب اللي هخش واكمل فيه. ما ينفعش. في جزء من حياتك بتقضيه بتدور، وجزء مش صغير، جزء كبير، لان التدوير ده مهم، لان هو اللي هيتبني عليه حياتك بعد كده كلها. انت دلوقتي سنك صغير او انت سنك صغير، عندك حريه الاختيار، ممكن تعملي ريفيرس، ممكن تلعبي لعبه لف وارجع تاني. انا مثلا ما ينفعش الف وارجع تاني، انا خلاص انا عندي 10 سنين خبره في مجال معين، متجوز، عندي التزامات في الحياه، ما ينفعش ارجع فيها. لو قررت ان انا شفت كارير، معنى كده ان انا بساكريفايس بالعشر سنين دول. عملت دراسات في حاجات معينه، ذاكرت في حاجات معينه، بقيت شاطر في حاجات معينه. ما عنديش رفاهيه ان انا ده غير انا عندي 33 سنه، فخلاص انا على ما اجرب وابتدي في مكان تاني يبقى عندي كام 40، هرتاح امتى يعني؟ ان طبيعي انك لما بتبتدي في اي حاجه من البدايه من بدري بتتعب فيها شويه. ف فاحنا خلاص يعني انا المفروض دلوقتي بحاول ان انا اهب نفسي ان خلاص بقى ما يبقاش الشغل بتاع التعب، يعني المفروض يبقى الشغل اهدى شويه، يبقى احسن شويه، وبيجيب عائد كبير. في الاول الوضع ما كانش كده، في الاول كنا بنشتغل كتير جدا والعائد بيبقى قليل، وبنجرب. انا جربت ابقى محاسب، لقيت ان الموضوع انا ما ينفعش محاسب. وجربت ان انا اشتغل طيب بدل المحاسب اروح اشتغل في بنك، فشلت جدا من قمه الملل بتاع شغل البنوك. انا ما بحبش الملل خالص. وحتى ويعني وجربت حتى اشتغل في شركة طيران، ما اتبسطتش. قعدت هناك 3 4 شهور ما اتبسطتش. احيانا حاجات بتقفل بارادتي، واحيانا حاجات بتقفل غصب عني. بس مع كل تجربة باخدها بعرف حاجة جديدة، او بظبط البوست. عارف لما تقعد تظبط الراديو، تظبط محطة الراديو، انتوا يمكن ما عشتوش الجو ده شوية. من زمان نقعد نظبط محطة الراديو كده فتطلع مشوشة شوية، فنظبطها اكتر، مش عارف نعملها فاين تيوننج كده لحد ما تطلع صورتها وصوت الصوت بتاعها واضح، او صورة التلفزيون واضح. هي بالظبط نفس القصة. لازم تجرب تروح يمين شوية وترجع شمال شوية وتلف في حتت كتيرة عشان تقدر في الآخر تقول أنا لقيت نفسي في ده وأنا بحب ده. وهتلاقي نفسك بتكتشف في نفسك مهارات أنت ما كنتش تعرفها يعني. أنا لسه كنت بعمل حاجة في الماركتينج من فترة، وكنت بتكلم مع الدكتور بتاعي وقعد يقول لي اشتغلت في ماركتينج قبل كده، فقلت له لا. قال لي طب ما يعني انت محتاج تفكر انك تشتغل في الماركتينج. قلت له عمري ما فكرت اشتغل في الماركتينج. قال لي لا بس انت كويس، انت عندك تالنتس كويسه. ف بكتشف حاجات. مره اطلع اعمل برزنتيشن فلاقي نفسي طلعت حلوه قوي. انا بعرف اعمل برزنتيشن، طب كويس. بعرف اتكلم كويس، لا انا بعرف ارد في تليفون كويس، انا بعرف اهندل عميل متنرفز. انا اسف. انا بعرف اخطط كويس، انا بعرف اعمل بروسيسز كويس، انا بعرف امانج كويس، او انا ما بعرفش امانج خالص. هتكتشف نفسك عشان في الاخر تفيت يور سيلف، تحط نفسك في احسن مكان انت شاطر فيه. حتى ايفن انا لما اشتغلت في السوق، يعني في الستوك ماركتس وكده، فرق الشغلانات كان بالنسبه لي مهم. يعني اشتغلت في الاول في حاجه معينه ليها علاقه بان انا بتعامل مع الاسعار كل يوم ومع العملاء كل يوم ومش عارف ايه. وما اشتغلتها قررت ان انا لا، انا هقعد في المكان ده ماكسيمم 3 سنين عشان اخد النولج بتاعته، بس انا ام نوت كونتينيوينج ان ذس. انا مش هعيش في الهاسل بتاع الفلوس ده. الناس بتبقى شريره جدا وهي بتتعامل في الفلوس، وبشوف حاجات انا مش حابب ان انا اشوفها يعني. فده جزء من ان انت تختار شغلك ووظيفتك. فادي نفسك براح، وبلاش فكره ان انا اول مره هشوط الكره هتخش جول. لا، انت هتشوط مره وهتتصد، وهتشوط مره وهتطلع بره، وهتشوط مره وفي مدافع هيقطعها من قدامك ومش عارف ايه. وفي الاخر هتلاقي نفسك في شوطه هتيجي جون، وهتعرف بعد كده ازاي بتعدل رجلك وازاي بتحط الكرة عشان تشوطها وتيجي جون. ده بيتاخد بالاكسبيرينس. فادي نفسك 3 4 سنين، دور، خبط،
اترك كل الابواب، ما يتفتحش قدامك باب وما تخبطش عليه، ما يبقاش قدامك باب وما تخبطش عليه و... و... وتخبط عليه جامد وتحاول وتعافر معاه جامد، رغم ان انت ممكن تبقى شايف ان هو ملوش لازمه. بس لا، هروح مش ده الباب اللي موجود، هخبط عليه، لازم تعمل كده. ناس كتيره جدا كانت بتسالني ايام ما كنت بدي كورسز في مصر، طب احنا ناخد كورسات ايه يا جماعه؟ اللي قدامه كورسات ياخد، اصل معناش فلوس، طب مش هنعرف ناخد كورسات غاليه. مش مشكله، قدامك كورس ورخيص، خش خد، انت هتخسر ايه؟ احيانا الكورس اللي بتروح تاخده ده بتتعرف فيه على واحد ابن خالته شغال في حته، بعت لك مره قال لك انا عايز مش عارف اشتغل في. الدنيا بتمشي كده. جزء من حياتك خلي بالك كمان ان انت محتاج تعمل نتورك كويسه قوي. معلش انا بتكلم بصيغه الولد، بس هو يعني انا بتكلم الولاد والبنات. انتوا محتاجين تعملوا نتورك كويسه جدا. النتورك دي بتتبني يوم بعد يوم، بتتعرف على هايدي وبتتعرف على محمد وبتتعرف على اسماعيل وبتتعرف على ابراهيم. هي دي النتورك، دي هي اللي بتجيب لك شغلك على فكره. النتورك مش هي الواسطه، النتورك هي فكره انك يبقى عندك اكسسبيليتي في اماكن كتيره، بتساعدك في شغلك بعد كده انك تقدر تخلص حاجات غيرك ما يخلصهاش، وبتديك النولج بتاع ان في مكان ايه محتاج شغلانات ايه. مهم جدا موضوع النتورك ده. والنتورك دي بتتكون، صعبه انها تتكون، بتتكون اكيوميليتد جدا، ولازم تسعى وراها عشان تعرف تكونها. بس لما بتكونها بتكون شخص قوي جدا، ما بتبقاش دي مش حاجه بسيطه ومش حاجه سهله. فبالتالي سوشيالايز، روح اطلع خد كورسات، اعمل روح ورك شوبس واعمل كل حاجه. مش لازم في الحاجه اللي انت بتحبها بس، جرب حاجه شوفها هتحبها ولا لا. عندك 3 4 سنين كده عيش حياتك فيهم، بعد كده تبتدي تفكر كويس، انا عايز بقى خطوتي تبقى محسوبه، لان ما ينفعش احط رجلي في مكان ويطلع مش مظبوط. خلوني اكلمكم شويه عن فكره عن الستوك ماركتس، لان الاساس بتاع الموضوع ان هايدي قالت لي ان انتم محتاجين تعرفوا عن المجالات اللي ممكن تشتغلوا فيها. الستوك ماركتس فيها مجالات شغل كتيره قوي، بس هي مشكلتها انها شغلانه مش ستيبل، لانها سنسيتيف جدا لاي حاجه بتحصل في الاقتصاد في مصر او في السياسه. لكن بشكل عام الستوك ماركتس فيها شغلانات كتيره. اول الشغلانات دي واهمها هي فكره السمسره او البروكرج، اللي هو الشخص الشركه اللي بتشتري وبتبيع الاسهم للمستثمرين. والبروكرج دي انت ممكن تشتغل فيها بروكر، ودي ليها لايسنس بتتاخد من حاجه اسمها اكما، الجمعيه المصريه للاوراق الماليه، ليها دراسه ولايسنس معينه. وممكن تشتغل فيها اكاونت اوفيسر، برضو ليها لايسنس معينه، ان انت بتبقى مدير حساب عميل، بتشغل العميل وبتدي له ريكومنديشنز والكلام ده كله، تقول له يشتري ايه ويبيع ايه، وتسجل المكالمات بتاعته يعني. ويبقى ليك بتدي له الفيجن بتاعتك في السوق، لازم تبقى فاهم السوق كويس، ولازم تبقى بتعرف تتكلم مع العميل كويس وتحل مشاكل العميل وتعرف تهندل العميل. فيها جزء كاستمر سيرفيس وفيها جزء فاينانس، او فيها جزء ليه علاقه بالستوك ماركتس. في شغلانه تانية هي ان انت بتبقى الريسيرش، وهو ان انت بتعمل ريسيرش على الاسواق. الريسيرش ده نوعين، في عندنا تكنيكال اناليسيز وفاندمنتال اناليسيز. الناس اللي بتشتغل اناليستس عامه هم ناس بتحب انها يعني عندها اناليتيكال ثينكينج، بيعرفوا يعملوا اناليسيز من الاخر. الاناليسيز النوعين اللي فيه ريتش جدا، والفاندمنتال اناليسيز فيه شغل كتير، والتكنيكال اناليسيز فيه شغل كتير، بس هو بيحتاج ناس متميزه قوي، ومش هتعرف تلمع فيه الا لو انت يعني. طبعا في ناس بتشتغل الشغلانه دي بيبقوا ناس عاديين وبياخدوا فلوس عاديه، بس عشان لو انت عايز تبقى شاطر قوي وعايز تعمل حاجه جامده قوي، محتاج ان انت تبقى عندك اناليتيكال ثينكينج كويس، وتبقى بتعمل حاجه بشكل مختلف. من الحاجات اللي بتدرس عشان تبقى فاندمنتال اناليست، هو ان انت تروح تعمل CFA مثلا بعد ما تخلص. التكنيكال اناليسيس ليه شغل تاني خالص، هو عكس الفاندمنتال اناليسيس، بس ده حوار يطول يعني، فكره الفرق بين الفاندمنتال والتكنيكال. بس دول شغلانتين مختلفتين، ممكن تبتدوا تدوروا عليهم، ممكن تجوجل كده وتبتدوا تدوروا عليهم على النت، دول بيعملوا ايه. في طبعا شغلانات بعد كده عندك في شركات تانية. احنا كده اتكلمنا تقريبا على شركه سمسره. في عندنا شركه تانية حاجه زي الاسيت مانجمنت. الاسيت مانجمنت هي قريبه، مش قريبه من شركه سمسره، بس هي ريليتد شويه. الاسيت مانجر هو شخص بيدور محافظ العملاء بس من نفسه، بيدور معاها محافظ البنوك او صناديق الاستثمار بتاعه البنوك بس هو ما بيتعاملش مع العميل بشكل دايركتلي طول الوقت، هو بينفذ قراره من نفسه. وبرضه بيبقى عندهم قسم للريسيرش بطبيعه الحال، وبرضه بيبقى عندهم باك اوفيس في الاخر والكلام ده كله. لكن تقدر برضه تسيرش على فكره الفند مانجر او البورتفوليو مانجر، ده شغلانته بتبقى ازاي وبيدرس ايه عشان يعمل الشغلانه دي. في عندنا بعد كده الانفستمنت بانكينج، وده برضو من الحاجات الكويسه جدا في سوق المال. الانفستمنت بانكرز شغلهم اوسع شويه، هم او بنوك الاستثمار، هم شغلانتهم ان هم يعملوا الطروحات او IPOs، الانيشال بابليك اوفرنجز اللي بتحصل في السوق.
انا مش عارف الكلام اللي بقوله ده انتوا عارفينه ولا لا، ليكوا علاقه بالستوك ماركتس ولا لا، بس يو كان جوجل ات، او ممكن هايدي تساعدكم شويه تشرح لكم، لان انا مش هقدر اطول في الفيديو جامد. لكن الانفستمنت بانكينج هو في جزء بيبقى خاص بالماركتنج، وفي جزء خاص بالريسيرش، وفي جزء خاص باللوز، الليجاليتي، يعني القوانين، ان انت تبقى عارف القوانين. الانفستمنت بانكينج من ارقى الحاجات اللي الناس بتشتغل فيها، وعباره عن ان الشركات بتروح لك عشان عايزه فاينانس، وانت بتحاول تدبر لها الفاينانس ده بشكل معين، وفي نفس الوقت وانت بتدبر لها الفاينانس بتحتاج انك تسوق للشركه عند الراجل اللي هيديها الفلوس. يا اما هتجيب لها الفلوس من البنك، او هتجيب لها الفلوس عن طريق الستوك ماركت نفسها من السوق. حسب الطريقه اللي هتجيب بيها الفلوس بتحتاج انك تبين الشركه كويسه. انت في الحاله دي بيبقى اسمك سيل سايد، وبتحاول ان انت تظهر الشركه باحسن، وتعظم من شكل الشركه، او تبين القيمه بتاعتها بشكل كبير، وتتفادى فكره الثغرات اللي ممكن موجوده، اللي هي ممكن تقلل من سعر الشركه، وتعمل لها دراسه ان انت تطلع السعر العادل بتاعها، وهكذا. اذا احنا هنا بنتكلم على كذا شغلانه، بنتكلم على فاند مانجر، وبنتكلم على بروكر، وبنتكلم على اكاونت اوفيسر، وبنتكلم على الريسيرش الاناليست، بنتكلم في الاناليست على تكنيكال اناليست وفاندمنتال اناليست. كل دي شغلانات ممكن تبقى موجوده عندك في الستوك ماركتس. الستوك ماركتس مكان او مجال فلوسه كتير جدا، ريبيوتابل قوي، حاجه بوزيشن، يعني اما بتقف مع حد، وحتى بره هنا، حتى يعني يمكن بره اكتر من مصر كمان، بتقف مع حد تقول له انا بشتغل في الستوك ماركتس، او بشتغل في انفستمنت بانكينج، او بشتغل في اسيت مانجمنت، يعني بيبص لك بصه فعلا. بس هو متقلب، مشكلته ان هو مش ستيبل. ممكن تلاقي نفسك في سنه بتعمل فلوس كتيره جدا ما كنتش تتخيل انك تعملها، بس في سنه تانية ما بتعملش فلوس خالص. وممكن لما يحصل حاجه زي الفاينانشال كرايسيس نلاقي نص الناس اللي بتشتغل معانا في الشارع. ده طبيعه السوق، وده طبيعه الشغل في الستوك ماركتس، هو مش ستيبل. طبعا في اي شركه عندهم الحاجات اللي هي موجوده في اي شركه تانية. عندنا كاستمر سيرفيس، وعندنا كول سنترز، وعندنا حاجات كتيره في الشغلانه بتاعتنا، وهي شغلانه ظريفه وانترستنج جدا، بس هي خطر، وبتحتاج مواصفات معينه. يعني الراجل اللي هيشتغل اكاونت اوفيسر او فاند مانجر دي ما بتبقاش سهله، مش اي، بتحتاج شخصيه كمان تتناسب مع الشغل ده، غير فكره كونه مجرد دارس، لان التعامل مع الناس في الفلوس صعب جدا جدا جدا. يعني ده باختصار الشغلانات اللي ممكن تلاقوها موجودة في مجال الستوك ماركتس، وهو مجال كويس، والشاطر فيكم هيلاقي شغل. انا عايز اكلمكم عن حاجة تانية برضو، انا عارف انها بتشغل دماغكم قوي، فكرة الواسطة، واحنا اي حد لازم يشتغل بواسطة، وانا معايا واسطة او معيش واسطة. بصوا يا جماعة، مش هننكر الواسطة موجودة في كل حتة، ايوه ده حقيقي، بس كمان صاحب الشغل عايز واحد يجيب له فلوس. فهو لما هيعين الراجل ابو واسطة ده، هيعينه ويحطه ويديله فلوس، ولازم يعين حد تاني جنبه شاطر يعمل له فلوس. فاطلع بره الفكره دي بقى، والاحباط بتاع فكره لا انا يعني الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ما اشتغلتش ولا شغلانه في حياتي بواسطه، وما احتاجتش ان انا اشتغل بواسطه. الموضوع كله له علاقه بان انا كنت بجتهد جامد جدا، وبحاول ان انا اشتغل وبتفق. يعني انا وانا في شركتي بالذات، في سيجما، في اخر شركه انا كنت شغال فيها، انا كنت شغال مع ناس عتاوله، يعني ناس مسنودين جامد جدا وبتاع، بس انا كنت بشتغل جامد، وكنت بعمل حاجات كتيره، وكنت بروح بعيد يعني انا فتحت فرعين، وفي الديبارتمنت بتاع الكول سنتر، انا عامل الديزايننج بتاعه، ومفتوحه وفتحه مع الراجل بتاع البيزنس ديفلوبمنت بتاعنا. يعني كنت بفرق طول الوقت، ما بقعدش طب اوكي انا معيش واسطه، ما انا لازم بقى ببذل مجهود اكتر عشان ابان. وما تحطش في بالك او تشغل بالك هو اللي معاه واسطه بياخد كام وانا ما باخدش ليه، مالكش دعوه بقى خلاص. يعني انت اشتغل، ركز. دايما 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 اي حاجه هتبذل فيها مجهود هيجي لك عائد. مش لازم يجي لك العائد من نفس الحاجه اللي بذلت فيها المجهود، بس لازم هيجي لك عائد. وانا في الجامعه، عشان كان عندي حاله الاحباط اللطيفه دي بتاعه تجاره عربي وكليه الشعب والكلام ده كله، رحت الجامعه الامريكيه، قلت لهم انا عايز اعمل كورسز، بس عايز كورسز كبيره، مش عايز اجي اعمل كورس انجليزي يعني. فالمهم قعدت ادور، المهم لقيت دبلومه اسمها مودرن اكاونتنج سيرتيفيكت. دبلومه كانت بتتعمل على سنتين، هي اكاونتنج، وكانت غاليه جدا وقتها. انا فاكر الماده كانت ب 700 جنيه، الكلام ده كان سنه 2000، ماده ب 700 جنيه، اما كان الدولار ب 3 جنيه، يعني انتوا فاهمين. ف
وكانت 25 ماده وكانت تقيله عليا جدا، وواجهت صعوبات جامده جدا في ان انا ادفع مصاريفها. وعملتها وخلصتها وما اشتغلتش بيها ولا تعريفه ولا نكله. عمري ما اشتغلت اكاونتنج، حاولت مع الاكاونتنج دي بكل الطرق، ما اشتغلتش معايا. بس ما اقدرش انكر ان انا استفدت جامد جدا من الدبلومه دي، وما اقدرش انكر ان انا احتكيت بناس وبوسط مختلف تماما. وكان من اهم الحاجات اللي خلتني احتك، يعني اللي فادتني فيها فكره انك تتعامل مع ناس اعلى منك طول الوقت. يا جماعه اتعاملوا مع ناس اعلى مش اقل. ما تبصش على اللي جنبك وتقول ما هو شغال في بنك اهو ب 2000 ولا ب 3000 جنيه، كويس الحمد لله ان انا شغال بخمسه. طب اللي بياخد 15 نظامه ايه معاك؟ من غير واسطه بياخد 15 وبيشتغل. وما تبصش على اي حد بياخد فلوس كتير ان هو قاعد ما بيعملش حاجه، لا هو اكيد عمل. صدقني ما حدش هيدفع مبالغ كبيره، صاحب شغل هيدفع مبالغ كبيره، هو يتحمل واحد او اتنين بواسطه بس الماجوريتي عنده اللي بتاخد فلوس كتير هتبقى بتاخد فلوس عشان بتعمل فلوس، ولو ما بيعملش فلوس مش هيقعد في المكان اللي هو فيه كتير، سنه سنتين وهيمشي. فاتعامل مع ناس اكبر منك لان ده اللي بيخلق عندك تحديات. انا عشت من 2009 لحد 2016 عايز اعمل الماستر بتاعتي و... وماسك في الموضوع ده جامد جدا، ورحت يمكن جامعه القاهره كذا مره بحاول اعملها وارجع تاني اقول لا مش قادر اتقبلها. طب اعملها في حاجه في مصر، طب لا هتجنن عايز اعملها بره. ده نتيجه ان انا اتعاملت مع ناس عملوا ماسترز بره وشفت الاوت كام بتاع الموضوع واحتكاكي بيهم خليني لا انا عايز ابقى زي الناس دي. كان ممكن جدا اتعامل مع ناس عملت الماسترز بتاعتها في مصر واحس ان انا اصلا اجمد منهم من غير الماسترز، بس لا انا شايف ناس مرت بتجربه مختلفه عني عايز اعمل دي. واما جيت هنا بقيت بتعامل مع ناس اشد مني اكتر واكتر، عمال افرك عايز اجيب اللي هم عايزينه. طول الوقت لازم تتعامل مع ناس اعلى منك عشان تبقى عايز تبقى زيهم. ما تتعاملش مع ناس اقل منك كتير وتقول انا كويس وزي الفل. انا يمكن لما كنت في مصر كنت بشوف نفسي جامد جدا، وايه ده انا جامد، انا احسن من ناس كتير، وانا فعلا كنت احسن من ناس كتير. بس لا لما جيت هنا لا في تشالنجز مختلفة، في حاجات وفي أوضاع مختلفة وفي أشكال مختلفة، حاجات بتتعمل بشكل مختلف وتفكير مختلف، وناس بتتحد في فكرك وفي طريقة حلك للحاجات وفي طريقة وازاي تعمل ريسيرش وي وي وي. وفي كمان بوزيشنز أعلى، أنا مش بدور على بوزيشن قليل دلوقتي، أنا بدور على بوزيشن أعلى وأعلى، وبحتك بناس عاملة عندها فكر وعندها بحتك أنا عندي دكتور واخد نوبل يعني أنا مش مصدق يعني راجل راجل فظيع يعني. في ناس عندي رهيبة، عندي انا ببقى عايز ابقى زي الناس دي طول الوقت. طول ما انت قدامك امثله كويسه وعاليه هتلاقي عندك المنافسه ان انت عايز تبقى زيهم او على الاقل تبقى شغال معاهم او لكن طول ما انت شغال مع امثله عاديه انت مش هتحس انك متحمس ان انت تشتغل معاهم او هتحس ان انت طب ما انا كويس، ده انا احسن واحد فيهم. خرج ده براك واشتغل على قد ما تقدر. خبط على كل الابواب، ما تسيبش باب مقفول، ما تقولش لا ده مفيش من وراه عائد. جرب، اهري نفسك كتير واستهلك نفسك جامد دلوقتي وانت عندك 16 و17 سنه ولا 18 سنه، ولا حتى وانت عندك 23 ولحد 25 سنه، لان بعد ال 25 لا الاختيارات محدوده قوي والاختيارات استراتيجيك قوي والاوبورتيونيتي كوست عاليه جدا ما بين انك تسيب الحاجه دي ولا تاخد الحاجه دي. وهتلاقي التكلفة كبيرة في انك تسيب حاجة. فدلوقتي انت الدنيا بتكلفكش حاجة، ما عندكش اكسبيرينس كبيرة، ستيل حياتك صغيرة، شايل نفسك، بس الموضوع مختلف تماما. تقعدش تفكر فكرة الواسطة كتير. الجامعة اللي انت فيها، الكلية اللي انت فيها دي، العالم كله دلوقتي مركز فيها فكرة البيزنس والكاش، نجيب فلوس منين ونحط الفلوس فين. احنا عندنا مشكلة تانية غير كده، اقتصاد وفاينانس. يعني الدنيا كلها هات لي احسن مشروع في العالم هيفشل لو ما عنده واحد بيعمل ماركتنج كويس، لو ما عرفش يجيب الفلوس بشكل كويس ورخيص، لو ما عرفش يسوق الموضوع كويس، لو ما عرفش يبيع. بس ادي 4 شغلانات على شغلانه واحده. فكروا ودوروا، المجال واسع جدا. ما تفكرش في مصر بس، فكر في كل حته، تابع الحاجات الجديده، وسع افقك على قد ما تقدر. كل ما توسع افقك اكتر هتلاقي شغل اكتر. اسف اذا كنت طولت عليكم، لو حابين نكمل بطريقه تانية، لو عندكم اسئله او حاجه هحاول اظبط مع هايدي نعمل ده ازاي. ربنا يوفقكم كلكم، انتوا في مرحله حلوه قوي، اجتهدوا فيها جامد، الدنيا مفتوحه، الجيل اللي طالع ممتاز وعنده opportunities جامده جدا. ما تتعبوش من الظروف بتاعه البلد، الظروف علينا كلنا والظروف في العالم كله، بس صدقني انت لو شاطر او انت لو شاطره هتلاقوا طريقكم. الدنيا كلها في عرض واحد شاطر. احنا عندنا آلاف من الوظائف فاضية مش مشكلتها، وعندنا آلاف من الناس قاعدة بطالة. المشكلة دايما في فكرة ان انا ما بلاقيش حد يماتش الوظيفة بتاعتي، ما بلاقيش كواليفيكيشن او كابابيليتيز تماتش الوظيفة بتاعتي. ربنا يوفقكم واشوفكم على خير ان شاء الله.